مستمعي راديو هيفي اف ام، اسعد الله اوقاتكم. تعتبر مؤسسة بدر خان للثقافة والعلوم صرحا ثقافيا مهما في مدينة الديريك، تساهم في الاهتمام ونشر اللغة الكردية الأم، لها إسهامات ثقافية متنوعة. في منتدى هيفي الثقافي لهذا اليوم يسرنا أن نلتقي مع مدير مؤسسة بدر خان الأستاذ محمد أمين سعدون لتسليط الضوء على تاريخ هذه المؤسسة ونشاطاتها ودورها. فأهلا بكم. أهلا بكم وبمستمعي راديو هيفي اف ام. أستاذ محمد أمين، من أين أتت فكرة إنشاء هذه المؤسسة؟ مؤسسة بدر خان للثقافة والعلوم مؤسسة تربوية وتعليمية عامة تهتم باللغة والثقافة الكرديين وكذلك بالعلوم العامة. تأسست مؤسسة بدر خان للثقافة والعلوم خلال الثورة السورية، بعد اندلاع الثورة السورية في 15/3/2011 في مهدها في مدينة درعا واتساع رقعتها الجغرافية لتشمل كافة المناطق السورية، فخرجت مظاهرات واحتجاجات في الشارع الكردي في المناطق الكردية، ومن بينها منطقة ديريك. وفي تلك الأجواء الثورية والتي رافقت فيها كثير من التطورات والتغييرات، ونظرا لأهمية اللغة في حياة الشعوب، فبادرت نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي العام ومن محبي وعشاق اللغة الكردية وبعض التربويين والأخصائيين إلى تأسيس معهد بدر خان للغة الكردية، والذي نعتبره أول معهد تأسس في كردستان سوريا. ونظرا للإقبال الكبير على هذا المعهد ومن جميع النواحي، فحاول المعهد من توسيع واستقطاب واستقبال مجالاته لتشمل مجال أوسع من اللغة، ولذلك تحول المعهد فيما بعد إلى مؤسسة بدر خان للثقافة والعلوم، ولها فروع عديدة، ومن أحد وأبرز فروعها والذي نعتبره العمود الفقري للمؤسسة هو معهد بدر خان للغة الكردية. وما هي الأسباب الخاصة الكردية التي كانت وراء هذا التفكير بهذا المشروع؟ هو من المعلوم بأن اللغة الكردية خلال مسيرة الشعب الكردي عانى كثير من سياسات الإقصاء وإجراءات عنصرية وشوفينية من لدن الأنظمة المتعاقبة على السلطة في سوريا، ومنها وأبرزها سياسات حزب البعث العنصرية والشوفينية من إقصاء اللغة الكردية وتهميشه وتشويهه واتباع سياسات كثيرة لصهر اللغة الكردية في بوتقة اللغة العربية. ونظرا لتأثير تلك السياسات السوداء على شخصية الإنسان الكردي وقمعه من قبل تلك الأنظمة، واهتمام تلك الأنظمة باتباع تلك السياسات لإمحاء اللغة الكردية من ذاكرة الإنسان الكردي، فبادر، وكان هذا هو السبب الرئيسي من وراء بعد أن فسحت أو إيجاد فرصة مناسبة
لاهتمام بتلك اللغة، بادرت النخبة المذكورة إلى التفكير بإيجاد معهد أو مركز للاهتمام باللغة الكردية، كما قلت لأهمية اللغة في حياة الشعوب. هل ممكن أن نتعرف على بعض الأسماء التي كانت وراء هذا الصرح الثقافي الهام؟ في 24/6/2011 من الشهر السادس ستمر الذكرى الرابعة لتأسيس معهد بدر خان للغة الكردية. وحقيقة حينما يسألني أحد عن أسماء المؤسسين لهذه المؤسسة يحترق قلبي ألما من فقدان أو غياب أبرز المؤسسين لهذه المؤسسة، وعلى رأسهم الأستاذ بهزاد دورسن الذي كان السند القوي وصاحب الفكرة الأبرز في تأسيس معهد بدر خان للغة الكردية، وكذلك هجرة بعض الأخوة إلى أقليم كردستان وإلى أوروبا، أمثال الأستاذ هوزان ديرشوي وهوشنغ نوح ودكتور نافع بيرو الذي يسكن حاليا في مدينة ديرك، وكذلك الشاعر عمر اسماعيل والإعلامي والشاعر أحمد صوفي، والآنسة الكريمة أبين شكاكي الشاعرة، والآنسة نسرين ملكاني، والآنسة ليلى سعدون، وكذلك الشخصية الوطنية والاجتماعية المعروفة عمر رمضان أبو بهزاد الذي قدم في بدايات تأسيس المعهد خدمات كبيرة، وذلك باقتراحه في الأيام الأولى للتأسيس بأن لديه مركزا يملكه ومؤلف من 6 غرف أو قاعات تدريسية بالإضافة إلى مكتب للإدارة، وتم وضع هذا المركز تحت تصرف المعهد بدون مقابل. وكذلك من المؤسسين الذين خدموا المؤسسة عصام حجي جاسم كأمور خدمية وكان في لجنة الخدمات، وخالد قاسم الشاعر جاويدان خالد قاسم، والشاعر المرحوم دلزار شمزيني وآخرون، وقد لا أتذكر في هذه اللحظة أسماءهم عذرا أن نسيت أحدا منهم. وفي هذه المناسبة لهم كل الشكر، وهم وقسم كبير منهم على الرغم من سفرهم أو هجرتهم إلى خارج الوطن إلا أنهم ما زالوا يقدمون خدمات للمعهد، كأمثال الأستاذ هوزان ديرشوي الجندي المجهول الذي يعمل بدون عناء في خدمة هذه المؤسسة الثقافية المنشودة. وماذا تحتوي هذه المؤسسة من ناحية البناء الذي تسكنونه والعاملين فيها؟ حاليا البناء الذي نملكه مؤلف من 7 قاعات تدريسية بالإضافة إلى مكتب للإدارة وكادر تدريسي. حقيقة هناك حقيقة وقد تكون مرة ويجب أن يقال، وهي أن الإقبال الذي لقيناه في الأيام الأولى للمعهد لم نلاقيه الآن، وله أسبابه أيضا من الهجرة والوضع المعيشي والأمني المتردي. ولكن هنا ذكرت بأن
هناك أخت فاضلة كانت من المؤسسين الأوائل لمعهد بدر خان للغة الكردية، وهي الآن مديرة معهد بدر خان للغة الكردية، وقد نسيت اسمها، على الرغم من أنها هي من الأوائل الذين وقفوا في اللحظات الأولى للبناء والتأسيس، ومداومة على مدار الساعة في المعهد، وأصبح معهد جزء من حياتها، وهي الأخت والأستاذة سناء نوري حسين، وهي الآن مديرة معهد بدر خان للغة الكردية، بالإضافة إلى عدد من المدرسين الذين تخرجوا من المعهد، وكذلك 47 مدرسة كردية في القرى تابعة لمدينة ديريك. قسم من هذه المدارس متوقفة عن العمل، وقسم الأكبر تداوم فيه الطلاب بشكل دائم ومتقطع، ونستطيع أن نقول العمل يمشي على الرغم من صعوبات عديدة ترافق عمل هذه المؤسسة. عدا عملكم في نشر اللغة الكردية، هل لديكم نشاطات مجتمعية أخرى؟ نعم، قلنا في بداية حديثنا أنه كان بدايات التأسيس باسم معهد بدر خان للغة الكردية، وفيما سبق تحول المعهد نتيجة الإقبال عليه وانشغاله بأعمال أخرى أو مجالات أخرى بفتح فروع، وتحول معهد إلى مؤسسة لتضم أو لتتبع لهذه المؤسسة عدد من الدوائر أو مديريات كمعهد بدر خان للغة الكردية، ومدرسة الدكتور رشيد أحمد للتمريض والإسعافات الأولية التي تهتم بالثقافة الصحية وفتح دورات للتمريض والإسعافات الأولية. تخرج من هذه المدرسة عدد لا يقل عن 3000 شخص من الجنسين، وكذلك لدينا متحف ديريك للفلكلور الكردي، بالإضافة إلى مكتبة البرزانية الخالد للكتب الثقافية المتنوعة، بالإضافة إلى قمنا بفتح دورات في الإعلام وفي الثقافة العامة، المفاهيم الجديدة المجتمع المدني كالديمقراطية والعدالة الانتقالية والانتخابات، بالإضافة إلى فتح ورشات عمل حول الفساد وما إلى ذلك من المفاهيم الجديدة التي تلزم للسوريا المستقبل. وهل من الممكن التعرف على الجهة التي تمول هذا المشروع؟ حتى الآن هناك علاقات بيننا وبين منظمات دولية ومجتمعية ووعود لمنحنا التمويل، ولكن لم تتحقق حتى اللحظة هذا التمويل، ولكن الجهة الوحيدة التي تمولنا حتى الآن هو المجلس الوطني الكردي، وتمويل بسيط وضعيف لا يرتقى إلى مستوى تطوير مشاريعنا المستقبلية. وهل تشعرون بدعم معنوي لكم من جهات رسمية وحزبية أخرى؟ حقيقة، وقد تكون هذه عبارة مرة، ولكن هي حقيقة يجب أن نقولها. يتم محاربتنا من قبل الأقربون منا أو نحن محسوبون عليهم أكثر من الجهات البعيدة، ولكن على رغم ذلك هناك أشخاص في قيادات الأحزاب الكردية وبالأخص في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني السوريا يدعموننا بشكل لا بأس ماديا ومعنويا. الجهات التي تمولكم هل تتدخل في شؤونكم ونشاطاتكم؟ هو حقيقة على الرغم من
مأساوية الوضع السياسي الكردي والتدخل السياسي في كل شاردة وواردة في الحياة المجتمعية الكردية، إلا أن إدارة مؤسسة بدر خان للثقافة والعلوم وفي بدايات تأسيسها وضعت حدا لسلطة السياسية على هذه المؤسسة، وباتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة على أن تبقى هذه المؤسسة مؤسسة ثقافية تعليمية تربوية عامة هدفها خدمة المجتمع الكردي بدون محسوبية على أي طرف سياسي، والتعامل مع جميع الأطراف بنفس سوية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف على الرغم من قربها من بعض الأطراف السياسية. وهل الكادر الذي يعمل لديكم متطوع بأكمله؟ نعم، بعد شهر سنحتفل بذكرى الرابعة لتأسيس مؤسسة بدر خان للثقافة والعلوم، وللحقيقة والتاريخ أقول الكادر العامل في هذه المؤسسة حتى اللحظة وهذا التاريخ يعمل طوعيا وبدون مقابل وبهمة عالية وروح من المسؤولية الكبيرة، وهدفهم وإيمانهم بخدمة مجتمعهم وبأن حقهم لا يمكن أن ينسى أو يضاع. وفي أحد احتفالاتنا بتوزيع الشهادات على طلابنا وكان لي كلمة وقلتها صراحة وأمام الملأ بأن مؤسسة بدر خان للثقافة والعلوم باستمراريتها بعملها طواعية قد تعلمنا وقد نشأنا بنية كأساس متين لثقافة التطوع في المجتمع بروح من المسؤولية لخدمة الإنسان الكردي في هذه الظروف الصعبة. على الرغم من هذا تكميل كلامي، على الرغم من قيام تجارنا باستغلال المجتمع وفقرائه في هذه الظروف الصعبة، ويقفون هؤلاء الجنود البيشمركة الأبطال في مؤسسة بدر خان ويخدمون على الرغم من معاناتهم وآلامهم اليومية، وهم يقدمون ما يملكون مجانا لخدمة المجتمع الكردي، وسيكتب التاريخ لهم بحروف من الذهب بطولات وصمود هؤلاء الأخوة. وقلت كذلك وأقولها الآن بأن الكتابة والآثار الجميلة والتي تخدم المجتمع فقط تبقى خالدة في التاريخ. وأخذت مثالا من التاريخ، فلا نتذكر أو حتى كتب التاريخ لا تتذكر من كان ملكا أو أميرا في أيام إمبراطورية أو إمارة التي كان يسكنها أيام الشاعر الكبير أحمد خاني، ولكن الشعب الكردي يتذكر من هو أحمد خاني ومؤلفاته مموزين وغير ذلك. وكذلك سجل ومسيرة جلادات بدر خان الحافلة بكتابات وآثار أدبية وثقافية ولغوية التي فلذلك نقول ويدركون هؤلاء الأخوة في مؤسسة بدر خان بأن التاريخ سيكون معهم وسيكتب عملهم وخدماتهم لخدمة مجتمعهم ولا ينساهم. وهل تقومون أحيانا بنشاطات ذات طابع سياسي معين؟ نترك السياسة للسياسيين ونحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأجواء السياسية، لأن الأجواء السياسية حقا أجواء موبوءة
ونبتعد ابتعادا كليا عن تلك الأجواء، ونحاول دائما أعطاء الصفة الثقافية لعلمنا ومعرفتنا بأن الثقافة يجب أن تعطي للسياسي ولا عكس ذلك. هل أنتم مرخصون من جهة ما؟ لم نحن أخذنا ترخيصنا من أجواء الثورة السورية ومن احتجاجات والمظاهرات التي عمت الشارع الكردي، وفتحنا المعهد في أيام كان النظام قابعا في ديريك وأمام أعين المخابرات السورية جميع أجهزتهم الأمنية السرية والعلنية. فتحنا المعهد وقمنا ليس فقط في مدينة ديرك وإنما في القرى المجاورة، ونشرنا على صفحات الانترنت والتلفزيونات الموجودة بأننا نقوم بهذا العمل النبيل. وترخيصنا يأتي من خدمتنا أو من الثورة السورية التي عمت كافة المناطق ومنها المنطقة الكردية، ووقوف الشعب الكردي إلى جانب الثورة واعتبارها جزءا رئيسيا من تلك الثورة. وهل حدث وأن تعرضت المؤسسة لمضايقات ما عطلت نشاطاتها من قبل جهة معينة؟ حتى اللحظة لم نتلقى أي تهديد أو وعيد أو إساءة أو أي شيء من أي جهة سياسية أو اجتماعية حكومية أو مدنية كردية أو عربية. ونحن نمر بمرحلة حساسة. أستاذ محمد أمين، كيف تقيمون عمل هذه المؤسسة الآن وقبلا؟ نعم، المؤسسة في تقدم على الرغم أنه بخطوات بطيئة لأسباب عديدة، منها أعطاء السياسي الأهمية للسياسة الأكثر للثقافة، إلى جانب التمويل البسيط، وكذلك هجرة الأخوة إلى الخارج، وأيضا الأوضاع الأمنية والمعيشية والاقتصادية والظروف الصعبة التي تمر بها شعبنا. ولكن رغم ذلك المؤسسة سارية بخطوات واثقة نحو الأمام. وقبل الآن تقدمنا بمشروع لافتتاح معهد اللغة والأدب الكرديين لتكون مرتبطا أو معترفا من الجامعات الكردستانية كجامعة دهوك أو زاخو، إلا أن هذه المساعي حتى الآن، وهذه أكثر من 7 أشهر بدون نتيجة مرضية، ولكن المساعي جارية لافتتاح هذا القسم في الأيام المقبلة. وكذلك لدينا دروس تعليمية في الأدب في الأدب الكردي، كافتتاح دورات في لتأهيل الكوادر الثقافية أو اللغوية أو حتى من الشعراء، فتح مجال للشعراء الجدد كتأمين أو منح أو فتح دورات في الشعر الكردي الحديث حول الوزن والقافية، عدها أستاذ والشاعر إبراهيم ملا قاسم
وقام بأعمال جيدة ونتائج مرضية من الذين دخلوا في هذه الدورات. وكذلك لدينا مشاريع أخرى دخلنا، لأنه اللغة الكردية بعد 4 سنوات حقا، وخاصة إلى جانب دخول اللغة الكردية إلى المنهاج الرسمي، فهناك على الرغم من قصور وسلبيات ولكن هناك إشباع في الشارع الكردي من تعليم وتعلم اللغة الكردية. والآن لدينا مشاريع للدخول في مجالات أخرى أكثر تقدما وتطورا، وبإذن الله تعالى سنتوفق في خطواتنا، لأنني كما أسلفت سابقا لدينا كادر مؤمن بالهدف وبالخط الذي نؤمن به. هناك المئات من خريجي هذه المؤسسة، والسؤال: كيف يمكن الاستفادة من طاقاتهم في إكمال رسالة المؤسسة وتدعيمها بالكوادر الجيدة؟ حقا حتى الآن الكادر لدينا متطوع وبدون مقابل، وعلى الرغم من ذلك نستفيد من طاقات هؤلاء الأخوة والأخوات في القرى وفي مجالات عديدة. مثلا قمنا بمشروع تجميع وتدوين الفلكلور الكردي في قرى منطقة ديريك، وساهمنا أو حققنا جزء كبير من مشروعنا، وكما كذلك عملنا على إيجاد أو جمع كلمات ومصطلحات التي لم تدون حتى الآن، وهي عبارة عن كلمات أصيلة ومفردات غنية من التراث الكردي وفي القرى الكردية المنسية، وتجميعها في قواميس خاصة لخدمة اللغة الكردية مستقبلا، لأنه لدينا أفكار ومشاريع نحو بناء لغة كردية موحدة ونموذجية مستقبلا. كانت ديريك تعج بالجروبات الثقافية في كل الأوقات تقريبا. أنتم كمؤسسة بدرخان هل كنتم البديل لهذه الجروبات من حيث قدرتكم على الاستمرار؟ موضوع الجروبات الثقافية تعود إلى فترة زمنية أو تاريخية محددة، فكوني كنت من مؤسسي أحد الجروبات أو حتى جروب الديريك الثقافي مع مجموعة من المثقفين الكرد في مدينة ديريك، وأبرزهم الأستاذ محمد قاسم والأستاذ عدنان بشير والأستاذ عبد اللطيف سليمان والدكتور نافع بيرو وشاعر عمر اسماعيل وعدد آخر من الأخوة الكتاب والمثقفين المعروفين بمدينة ديريك. وكان بدايات التأسيس يعود إلى عام 1995. أما الآن وضع متغير ومختلف عن ذلك الوضع، وحقيقة صدى وانعكاس تلك الجروبات انتشرت في باقي المناطق الكردية، منها قركيلاقي وقامشلو وحسكة، وحتى تم تأسيس مؤسسات أو أطر ثقافية بتسمية جروب، وانطلاق جروب أو مصطلح جروب حقيقة انطلق من ديريك وعمت باقي المناطق، لأنه في بدايات تأسيسنا تم استضافة مجموعة من الكتاب البارزين من حسكة وعامودة وقامشلو وقركيلاقي وتربسبية وشلاغا وسريكانية ودرباسية، وعلى سبيل المثال الأستاذ إبراهيم محمود من قامشلو، والأستاذ دحام عبد الفتاح من عامودة، والأستاذ الشهيد مشعل تمو من درباسية، والأستاذ المرحوم عبد الرحمن آلوجي من حسكة، والأستاذ إبراهيم يوسف، والأساتذة أحمد إسماعيل والأستاذ خالد جميل، وكثيرون من الذين تم استضافتهم في فترة
نهاية أو أواسط التسعينات تم استضافتهم في ديريك والتعرف على نتاجاتهم والآن بعد الثورة السورية تأسس أو اختلف أو تغيرت الحالة، فمؤسسة بدر خان ليست بديلا للجروبات الثقافية، ولكن أستطيع أن أقول أخذت روحها وديمومتها وثقافتها وتجربتها وخبرتها من ثقافة الجروب التي كانت منتشرة قبلها بحدود 15 عاما. في نهاية هذا الحوار ماذا يمكنك أن تقول في كلمة لك؟ كلمتي بما أننا قلنا معهد بدر خان كان للغة الكردية كان العمود الفقري لمؤسسة بدر خان للثقافة، فأدعو في هذه المناسبة السياسيين الكرد إلى تعلم اللغة الكردية، لأنه لا يمكن للسياسي الذي لا يجيد القراءة والكتابة باللغة الكردية أن يقود قضية شعبه إلى النصر بنجاح. نعم، هذه رسالة هامة في الحقيقة، وأنا بدوري أشكر الأستاذ محمد أمين سعدون مدير مؤسسة بدر خان للثقافة والعلوم وكل القائمين والمساهمين في نشاطاتها، وأتمنى لهم المزيد من النجاحات. ولكم الشكر الجزيل والتوفيق في مهمتكم ورسالتكم الإعلامية. أعزائنا مستمعي راديو هيفي اف ام، كنتم في منتدى هيفي الثقافي، حيث كنا في استضافة مؤسسة بدر خان للثقافة والعلوم في مدينة ديريك ومديرها الأستاذ محمد أمين سعدون، ومع تحياتي أنا فرحان كلاش، وإلى لقاء آخر.